يا مساء الفل عليكم، عاملين ايه؟ ويا رب تكونوا بخير، واهلا بيكم في فيديو جديد من الكوره من على الكنب. طبعا بعد اسبوع حافل لبرشلونه بفوزه على اشبيليه في بدايه الاسبوع بنتيجه 5-1، وفوزه على بايرن ميونخ يوم الاربع بنتيجه 4-1، واخيرا برشلونه بيقدر انه يفوز على بايرن ميونخ بفوز جه بعد 9 سنين عجاف من يوم ما ميسي كسر ظهر بواتينج وكانت لعنه. والحقيقه ان ده اسبوع مليان بالفرح لكل جماهير برشلونه، ولكن بكره هيكون عندنا ماتش مهم جدا في الدوري وهو الكلاسيكو. ولكن قبل ما نتكلم عن الكلاسيكو والوضع الحالي للفرقتين، خلينا نتكلم سريعا كده عن العظمه اللي قدمها برشلونه في ليله دوري الابطال قدام بايرن ميونخ. شفنا ماتش في دوري الابطال قدام البايرن ولا اروع الحقيقه. مستر هانزي فليك اعاد شيء من برشلونه اللي مفقود بقاله سنين كتير جدا. من زمان ما شفناش برشلونه بالتنافسيه والحده دي. لا وايه ده، احنا بنلعب دفاع متقدم بشكل جنوني قدام واحد من اقوى فرق العالم. في اول الماتش شفنا فيرمين لوبيس بيدي واحده في ظهر دفاع البايرن واللي عليه علامات استفهام كتيره جدا الفتره اللي فاتت، ده غير كيميتش اللي كان واقع في خطا ومغطي الاوفسايد لرافينيا عشان رافينيا يبدا الماتش في الثانيه 58 ويسجل الهدف الاول لبرشلونه قبل ما نقول بسم الله الرحمن الرحيم حتى. ومن بعد الهدف ده شفنا مستر هانزي فليك بيلعب على مصيدة التسلل متقدمه بشكل كبير بدون اي تراجع. مصيدة التسلل متقدمه بشكل خلاني انا قاعد هيجرى لي حاجه، ده غير طبعا ان احنا على اعصابنا طول الماتش. ده غير طبعا هدف هاري كين الاول اللي اتلغى بداعي التسلل كان متسلل تقريبا بمشط رجله، وفضل الوضع كده فتره وكل ما بايرن يجي له هجمه تتحسب اوفسايد. والحقيقه ان دفاع برشلونه كان بينفذها بدقه شديده جدا، بس جلت منهم في مره وهاري كين قدر يسجل منها التعادل. ولكن الجديد ان برشلونه ما تراجعش ولا حاجه، ده بالعكس ده زود هجومه اكتر وزود ضغطه اكتر، ومره واحده لقينا هوبا ليفا بيسجل الهدف الثاني عشان يخلص الشوط الاول بتفوق 2-1 لبرشلونه، ويبدا الشوط الثاني بنفس الضغط ده، بس كان هدف لعبه الدفاع المتقدم دي ولعبها بحذر شويه عشان يستمر برشلونه في اللعب المباشر على الجول ويقدر انه يسجل الهدف الثالث والرابع كمان. وفي عز ما الماتش مولع وبرشلونه عامل اداء ولا اروع قدام بايرن ميونخ، عندنا الناحيه الثانيه لامين يامال وبدري كانوا في حته ثانيه ووادي ثاني لوحدهم تماما. يا جماعه مش معقوله ده عيل عنده 17 سنه وعنده الكم ده من الثقه، بسم الله ما شاء الله يعني. بس شفنا قد ايه لامين يامال في الماتش ده كان واخد الماتش على انه بيلعب في الجنينه مع عيال خالته ولا حاجه، ده غير انه ملبس جنابر كوبري يجيب صداع وعامل كام كوره كده بمنتهى الروعه. وعلى الناحيه الثانيه بدري بكل سهوله وسلاسه بيرجعنا لزمن الدون انيستا وبيقدم لنا واحده من اروع نسخ بدري على الاطلاق. وشفنا رافينيا بيسجل الهاتريك الثاني له في حياته مع برشلونه من بدايه الموسم، ورافينيا في فورمه عاليه جدا وعامل اداء عظمه على عظمه. ده طبعا بعد ما هانزي فليك اوجد له مكان تحت المهاجمين وشاف نفسه جدا في المكان ده واعاد اكتشاف نفسه، وبيقدم لنا حاليا نسخه من افضل نسخ رافينيا، بل تكاد تكون هي افضل من نسخه رافينيا في ليدز يونايتد. وبعد ما كانت اداره برشلونه هتبيع رافينيا في الصيف اللي فات ده لو جاله عروض، اصبح رافينيا دلوقتي هو كابتن الفريق وركيزه اساسيه لا يمكن نستغنى عنها. انا عارف اننا جايين نتكلم عن الكلاسيكو، بس بصراحه ما قدرتش ما اتكلمش عن العظمه اللي قدمها برشلونه في الليله دي، وحزين جدا ان ما طلعتش اتكلمت معاكم وقتها بعد الماتش بشكل خاص. بس يلا الجايات كتير، ومن الواضح ان برشلونه هتقدم عظمه في ليالي جايه كتير جدا. وقبل ما نبدا الكلام عن ماتش الكلاسيكو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل سبسكرايب للقناه وتفعل جرس التنبيهات عشان تشوف كل الفيديوز اللي جايه. ولو انت على فيسبوك ما تنساش تعمل فولو. وخلينا يلا نبدا كلام في الكوره ولكن من على الكنبه. احنا هنا جايين نتكلم عن فريقين كل واحد فيهم خارج من الدور الثالث لبطوله دوري الابطال وهو كسبان سكور. ريال مدريد قدر انه يفوز على بروسيا دورتموند بنتيجه 5-2 بعد ريمونتادا سجل فيها فيني هاتريك تاريخي. وبرشلونه قدر انه يفوز على بايرن ميونخ بنتيجه 4-1 وبرده بعد هاتريك تاريخي لرافينيا. واللي محدش يقدر ينكره واللي جماهير الريال بنفسهم صرحوا بيه بعد ماتش بروسيا دورتموند ده ان الفوز ده كان من غير مدرب. مستر كارلو انشيلوتي في الماتش ده كان عامل اسوأ تشكيله ريال مدريد واسوأ اداء، ده غير اصلا الفرديات اللي عند فيني ومبابي ورودريجو كنا ممكن نشوف نتيجه تانية خالص، خصوصا ان بروسيا دورتموند مسجل هدفين في اول الماتش. طبعا كلنا عارفين ان اخر كام كلاسيكو كان لصالح ريال مدريد. برشلونه بقاله فتره طويله جدا في تخبط شديد ومش قادر يطلع من النفق ده، لكن الوضع حاليا غير تماما. السنه دي بنشوف بدايه قويه جدا للبارسا في الدوري، وبعد 10 جولات عنده 9 فوز وخساره وحيده، ده غير طبعا انه بعد 10 ماتشات قدر انه يسجل 33 هدف، وتقريبا في حوالي نص ماتشاته دي كسبان بسكور زي 4 و5 و7 كمان. ده غير الفعاليه الرهيبه اللي موجوده على الجول دلوقتي، لان برشلونه حرفيا بيسجل من انصاف الفرص. هو مش ده برشلونه اللي كان بيقعد لحد الدقيقه 70 عشان يقدر يسجل هدف؟ هو جرى ايه في الدنيا؟ هو مفيش حاجه حصلت غير ان مستر هانز فليك مسك الفريق وعليك من ساعتها والفريق بقى حاجه 13 خالص، وكل اسبوع بقى مشجع برشلونه مستني الفريق يلعب على احر من الجمر. تخيل يا مؤمن بقينا كارهين وجود التوقف الدولي بعد ما كنا بنستنى التوقف الدولي ده عشان نريح عينينا من الفرجه على برشلونه. وطبعا مش محتاجين نقول ان الفضل ده كله يرجع للمستر هانز ديتر فليك على انه قدر يرجع فريق برشلونه من تاني ويرجع بعض اللعيبه اللي كانوا يعتبر انتهوا في الموسم اللي فات، امثال ليفا ورافينيا وبيدري وبالدي. ده غير كمان انه قدر يعتمد على لاعبين صغيرين من اللمسيه امثال مارك كاسادو ومارك بيرنر، ولكن للاسف بيرنر اتصاب برباط صليبي في اول ماتشات في الدوري. ده غير شكل الفريق حاليا اللي بقى مرعب للخصوم، وبرشلونه بقى داخل كل ماتش مرشح للفوز وبسكور. تقريبا اخر مره شفنا برشلونه في الفورمه دي كان في 2015 ولا 16
و17. اي نعم خط الدفاع لسه مش اقوى حاجه وبيمر منه هفوات، ولكن الجوهره فوق بارسي عامل ثنائيه قويه جدا مع انياجو مارتينيز، واللي ما كانش حد متوقع ابدا انه هيكون له مكان في الفريق. وبالدي كباك شمال وكوندي باك يمين مقدمين موسم ولا اروع لحد دلوقتي، خصوصا ثبات مستوى كوندي ده من نهايه السيزون اللي فات لحد وقتنا هذا. وبنشوف الكام ماتش اللي فات مستر هانز فليك معتمد بشكل اساسي في مركز الديفندر على الشاب مارك كاسادو، وبصراحه يعني الولد مأدي المركز بكل تفاني واخلاص وعامل كل شيء ممكن يتعمل، وشفنا ده في ماتش البايرن بشكل واضح جدا. وفي الناحيه الثانيه بدري بيرجع لمستواه واللي كان فقد كتير جدا منه في نهايه الموسم اللي فات، وقدر انه يقدم لنا واحده من اروع نسخ بدري، وبيقدم لنا نسخه حاليه فكرتنا بانيستا وتثبت ان هو واحد من اقوى لعيبه خط الوسط في العالم حاليا. وطبعا فوق ده كله فورمه رافينيا الحاليه والنسخه اللي بيقدمها دلوقتي، والحقيقه يعني ان دي نسخه مرعبه. الوينجر ممكن يلعب على اي دفاع في العالم. برشلونه داخل الماتش ده وهو متصدر الدوري ب 27 نقطه وبفرق 3 نقط فقط على ريال مدريد الوصيف، والريال بعد 10 جولات كسبان في 7 ماتشات ومتعادل في 3، ده غير انه في ال10 ماتشات دول مسجل 21 هدف. لكن المشكله الحاليه عند ريال مدريد هي مشكله فنيه بحته، الفريق بيدخل الماتش حرفيا وهو مش عارف هو هيعمل ايه، وكل مره انشيلوتي بيتفاجئ انه خسران ويتفاجئ برضه انه كسب في الاخر، عشان فيني افضل لاعب في العالم حاليا بكل جداره واستحقاق هو اللي بينقذ له كل الماتشات اللي ممكن تتخيلها. ولكن الكلاسيكو حساباته غير تماما، والماتش ده هيكون له تاثير كبير جدا على الفريقين خلال الموسم. اي نعم مش هيحسم الموسم، ولكن برشلونه لو فاز هيوسع الفرق ل6 نقط، والريال لو فاز هيتعادل مع برشلونه في النقط. وفي الفتره الحاليه دفاع ريال مدريد بيعاني جدا بشكل واضح، خصوصا بعد اصابه الخال، ولكن الفريق بيمتلك اقوى خط هجوم في العالم، فيني ومبابي ورودريجو، تحتيهم بلينجهام وفالفيردي، واللوكشه دي كلها تشكل قلق وتعمل مصايب لاي فريق واي خصم مهما كان. اعتقد ان ماتش بكره ده هيكون ماتش تكتيكي بحت، وده هيكون تاني اختبار صعب لمستر هانز فليك بعد اختباره قدام بايرن ميونخ، ومش هيكون سهل ابدا اللعب بمصيده التسلل المتقدمه بالشكل اللي شفناه قدام بايرن ميونخ ده في ظل وجود ثلاثي الهجوم بتاع ريال مدريد، الا لو اتنفذت بدقه وحرفيه شديده جدا، والا هنلاقي فيني والاولاد عند بينيا كل 3 دقايق في الماتش. ولكن على الناحيه الثانيه برشلونه بيمتلك رافينيا ولامين يامال وليفا اللي محتل صداره هدافين الدوري ب 12 هدف في 10 ماتشات، وده بياكد لنا على تاثير مستر هانز فليك على اللاعبين من ساعه ما جه. ورافينيا اللي حاليا في فورمه كبيره جدا وبيقدم نسخه ولا اروع، واكتشف نفسه من جديد في المكان اللي وفره له هانز فليك تحت الفراوده. ولو في حاجه مهمه لازم ناخد بالنا منها بكره، وهي اننا يا رب ما نشوفش وش فيران توريس في الملعب. محتاجين نلاقي الثلاثي ليفا ولامين يامال وجنبهم داني اولمو، بما انه شارك في الماتش الاخير قدام بايرن ميونخ ورجع من الاصابه، وده توقع شخصي مني. وممكن كمان نلاقي فيرمين لوبيز بما انه كده لعب في ماتش بايرن اساسي، فممكن نلاقيه في ماتش الريال. الولد بيحب الريال جدا وعامل كل حاجه في ماتشاتهم. ماتش مش هيكون سهل ابدا على الطرفين، ولكن اتوقع وبشده ان برشلونه لو بدا بنفس رتم بايرن ميونخ ده هيقدر انه يخلص الماتش في البدري منه ويلعب بقيه الماتش براحته، وده مهم جدا عشان تقدر تلعب مستريح بقيه الماتش وتتفادى اي هجمات مرتده لريال مدريد، لان ده سلاح قوي جدا جدا عندهم. فربنا يستر في ماتش بكره، واتمنى نعيش ليله سعيده كليله ماتش البايرن. ولحد هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، فما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعل جرس التنبيهات عشان تشوف كل الفيديوز اللي جاي. اشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام.